سيادة العقيد، يعني احنا قبل فترة انه ديالى كانت يعني كل ايام، كل يوم او يومين او كل اسبوع 15 يوم ما يعدي اذا ما نسمع جريمة منظمة حدثت في الخالص او في بعقوبة او في ابو صيدة. بالفترة الأخيرة انخفضت نسبة الجرائم، يعني الجرائم هذه، الجرائم المنظمة احنا نقول عليها انخفضت. شنو الأساليب اللي اتبعتوها لخفض هذه الجرائم؟ حقيقة التوجيهات الصارمة من السيد قائد شرطة محافظة ديالى بتكثيف الجهود الأمنية وانتشار القطعات وخصوصا المفارز الاستخبارية. السيد مدير استخبارات المحافظة رجل مهني، أيضا كان التوجيه من قبل السيد القائد بتكثيف الجهد الاستخباري على جميع المناطق وللحد من ظواهر الجرائم المنظمة، وأيضا بقية الجرائم أيضا من ضمنها جرائم التهريب، وأيضا عندنا حملات توعوية بالكوفيات والأسواق للتعريف. طبعا حقيقة المواطن كان يشعر بالأمن والأمان الحمد لله خلال هاي الفترة بمحافظة ديالى.